السلام عليكم متابعينا، اهلا بيكم في حلقه جديده من منوعات دينا، ولسه مكملين سلسله الامثال الشعبيه. خليكم معايا لاخر الفيديو. على رأي المثل، ودنك فين يا جحا؟ دايما بنقوله للبني ادم اللي يقعد يلف ويدور كده حوالين نفسه ويستصعب المسائل عليه، وان بيبقى قدامه يعني طرق سهله جدا، فنقول له ودنك فين يا جحا. ونقول كمان للبني ادم يقعد يلف ويدور كده ويقعد يتحجج باي حاجه، ونقعد نقول له ودنك فين يا جحا. طب هي ليها قصه؟ ايوه هي ليها قصه. قصتها بيقول ان كان في واحد سأل جحا وقال له ودنك فين يا جحا. فجحا بدل ما يشاور على اقرب ودني ليه كده، راح طلع فوق راسه هو بايده اليمين يعني، بس انا طبعا عشان ماسكه التليفون بايدي اليمين فمش هعرف اعمل لكم طبعا. فهو بيشاور بايده اليمين على ودنه الشمال، المفروض كان يشاور على ودنه القريبه منه. رأي المثل، هطلع زرابيني عليك. لما تلاقي بنقوله كلام ده بنقوله دايما للبني ادم اللي يقعد يستفزك، فتقول له بقول لك ايه، ما تخلينيش اطلع زرابيني عليك. طيب ايه الزرابين دي يا دينا واحنا بنتكلم وخلاص مش نعرف اصل الحكايه؟ اصل الحكايه ان الزرابين دي طلعت ان هي احذيه، بس رخصت الثمن. يعني هي الجلد بتاعها اللي هي انا اسفه الحذاء اللي هو الجزم الشوزات يعني بالانجلش، يعني عشان ما تقوليش يا دينا اللي انت بتقوليه ده. احذيه الجلد بتاعها ماعز، الجلد الماعز يعني ده. طب احنا الزرابين دي خدناها من ايه وهي فين دي؟ هو بيقول لك ان ان المسلمين العرب لما جم فتحوا بلاد الاندلس، الا وهي الاندلس اللي هي اسبانيا حاليا. فكانت الزرابين دي في اسبانيا دي ارخص انواع الجزم عندهم، الاحذيه عندهم ان هي كانت بتتصنع من جلد الماعز. تمام. فجت بقى لما جم المماليك، جم بقوا يعني بقى يحكموا مصر والشام، فالزرابين دي دخلت في البلاد دي. فكان بيلبسوها اعيان اللي هم القرى والناس التجار الكبار. فكان دايما لما بيجيب حد بيتخانق مع حد بيقول له والله العظيم هقلع لك الزرابين وهطلع زرابيني عليك. رأي المثل، بيت النجار مخلع. بنقوله دايما لاصحاب المهن اللي هم بيبقوا شاطرين بره بيتهم بس مش شاطرين جوه بيتهم. زي مثلا النجار بتلاقي ان هو شاطر في شغله بره مع الناس، بيصلح لهم كراسي، يعمل لهم اساس حلو، لكن جوه بيته تلاقوا شبابيكه متكسره، تلاقوا الكراسي عنده متكسره، مش مهتم ببيته زي ما مهتم بره. فنقول له ده، بنقوله مش على النجار بس، بنقوله على اصحاب المهن برضو، ان هم بيبقوا مهتمين بشغلهم اكتر بره بيوتهم. فبنقول بقى المثل ده باب النجار مخلع. طب هي ليها قصه؟ ايوه ليها قصه. قصتها بيقول ان كان فيه نجار شاطر جدا، واهل المدينه دايما كان بيروحوا له يصلحوا حاجتهم عنده او يعملوا الاساس بتاعهم عنده. وكان صاحب الشغل كان بيحبه جدا، متمسك بيه لانه شاطر جدا في شغله. في يوم من الايام جه النجار كان عايز يسيب الشغلانه دي عشان حس ان هو مقصر في حق ولاده جدا وعايز يقعد معاهم. فراح النجار كلم صاحب الشغل وقال له انا لازم اسيب الشغل ده عشان انا مقصر في حق ايه ولادي. طبعا صاحب الشغل يوافق؟ لا ما يوافقش. فتناه النجار يلح عليه لحد ما صاحب الشغل وافق. فجه صاحب الشغل وافق، قال له بس بشرط تعمل لي اخر شغلانه، الا وهي تعمل لي اخر شغلانه تعمل لي بيت. طبعا النجار وافق، بس ما كانش ليه نفس قوي في ان هو يشتغل قوي في البيت ده. فعملوا اي كلام، وجه النجار يسلم البيت لصاحب الشغل. راح صاحب الشغل قال له اتفضل مفاتيح البيت ومبروك، مبروك ليك البيت. وبيت النجار مخلع. بقى عن الاكلات المصريه، وخصوصا ان احنا داخلين على رمضان، وخصوصا اللي هي الحلويات، وان الحلويات دي احنا واخدينها من الشام، على فكره احنا سارقينها من الشام. طيب زي مثلا عندكم القطايف. القطايف دي اللي هي احنا دايما بنعملها في رمضان، وهي عماله على القرص كده، بنحشيها بزبيب ومكسرات، وفي ناس بتعملها بالشوكليت، يعني كل واحد وما بيحب يحشي يعني. المهم القطايف دي جايه منين؟ بيقول لك ان القطايف دي كانت زمان ايام الفاطميين لما دخلوا مصر، فكانوا مهتمين بالحلويات قوي. فكان عملوا مسابقه ما بين الناس اللي بتعمل يعني حلويات الاحسن، فبقوا يسابقوا بعض، ان هم الناس اللي هم بتوع الحلويات الفطاطره دول، الناس بتوع الفطير يعني. وبقوا ايه يعملوا مسابقه مين اللي هيعمل فطير اكتر ومين اللي هيعمل حلويات احسن. فجم عملوا كده فطير كده حلو، واحد حلواني جه عمل فطير حلو، وبقى من كتر حلاوه الفطير بقى يقطفوا كده. فمن ساعتها طلعت كلمه القطايف بسبب التقطيف ده.
بقى صوابع زينب. صوابع زينب دايما بناكلها، بس احنا بنقول دي صوابع زينب. طب هي جايه منين صوابع زينب دي؟ بيقول لك هي ليها كذا روايه. في روايه بتقول ان في واحده كانت اسمها زينب بتعمل حلويات حلوه جدا، فيوم من الايام اخترعت كده حلاوه وقدمتها للضيوف اللي عندها، وقالوا لها لا 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 ده احنا هنسميها بقى صوابع زينب. رواية تانية بتقول لك لا، صوابع زينب دي نسبة للسيدة زينب بنت الحسين، ان هي لما جت دخلت مصر فهم عملوا لها حلويات مخصوصة ليه، والفوا حلويات مخصوصة ليها فسموها صوابع زينب. بقى الحلوى اللي هي رموش الست، اللي هي انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر، وإن إحنا خدناها برضو من الشام. أصل الشاميين دول شاطرين جدا في الحلويات، وخدناهم عن طريق التجارة اللي ما بيننا وبينهم. طيب إحنا خدناها إزاي؟ هي ليها قصة. قصتها بيرجع ان كان في حاكم اسمه بربر اغا، حاكم طرابلس. طرابلس دي تقريبا حاليا اللي هي ليبيا دلوقتي. فكان بربر اغا ده كان بيحب الاحتفالات قوي، وبيحب ان هو يبقى في قصره فيه كل يوم حفلات يعني، وكان بيجمع الرجال والنساء من الاعيان. ففي يوم من الايام كان في حد من الموجودين في الحفله كان بيحب يستظرف ويحب يقول نقط، وكان داخل عليه خادم كان معاه حلوى على شكل رموش، فاستظرف وقال احد الموجودين والحاضرين في الحفله، قال ايه ده شكل رموش الست. من ساعتها وهي بقت بالاسم ده، وانتشر جدا في الشام ومصر. هنا وصلنا لاخر حلقتنا، استنونا لاكلات تانية ان شاء الله. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، ويا رب يكون الفيديو ده يعجبكم. استنوني على اكلات مصريه عن الحلويات وجبناها منين، واستنونا عن امثال شعبيه، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.